لما قلت لحضراتكم انه المدرب الجديد اللي هو يستروب بتاع النادي الاهلي في ماتش سيراميكا هيبين اذا كان هو مدرب عنده شخصية وقادر ان هو يحط التشكيل بنفسه، ولا هيتأثر عليه من اللي حواليه من المدربين المصريين. في الماتش بتاع الاهلي وسيراميكا اللي خلص امبارح 2-1 بالعافيه للنادي الاهلي، النادي الاهلي فاز 2-1 على سيراميكا، ولكن الفوز ما كانش مقنع الى حد ما فوز، ولكن كان سيراميكا في بعض احيانا، او يعني في بعض لقطات من الماتش كان هو اللي مسيطر ومستحوذ، وكان ليه فرص خطيره، منها الهدف اللي جابه سيراميكا ومنها الفرصتين اللي كانوا في الاخر. طيب احنا قلنا ايه الفيديو اللي فات قلنا انه كان المفروض انه لو يستروب جاي يعمل حاجه مع النادي الاهلي، المفروض ان هو يبدا بمحمد عبد الله اساسي في الماتش ده. ليه؟ لانه لاعب شاب عنده خبره، أو لاعب شاب عنده الشغف، عنده الشغف. سيبك من كلمه خبره دي، مفيش حاجه اسمها خبره في كره القدم، ولكن عنده الشغف وعنده الرغبه في ان هو يلعب. زي مثلا في ماتش سيراميكا او في فرقه سيراميكا، لاعب زي عثمان اوتاكا ده مسح بكرامه محمد هاني الارض بصراحه يعني. وده اللي احنا بنقول عليه، انه خلاص بقى في عندنا مسلمات زي محمد هاني باك يمين، وهو لم يؤدي ولا يؤدي في كل ماتش. يعني في كل ماتش بيديك ايه؟ بيديك 20 30% بس. طب محمد هاني ده ما بيجيش بداله حد يلعب ليه؟ طلع حد من الشباب من الناشئين يلعب ليه؟ ما فيش. ما فيش رغبه، مش ما فيش لعيبه، لا ما فيش رغبه، ما فيش حد، ما فيش رغبه ان حد يلعب على محمد هاني او مروان عطيه. مروان عطيه ده لغز كبير جدا. انا بالنسبه لي مروان عطيه، اشرف بن شرقي النهارده او الماتش بتاع امبارح يعني ما عملش حاجه، ما ادانيش المردود. فاما يكون عندك لاعب زي محمد عبد الله عنده الرغبه، وهو مش صغير خالص يعني. ما احنا بنقول بص على ان هو ناشئ بقى لسه 22 سنه. شوف عثمان اوتاكا بتاع سيراميكا، لعيب عالمي بصراحه. محمد عبد الله برضه عنده الرغبه وعنده القدره ان هو يعمل حاجه. ليه ما نزلش مثلا؟ لا، العب باللعيبه هي الحرس القديم، محمد هاني، العب مروان عطيه مثلا. طيب مروان عطية النهارده انا ملاحظه في الماتش كله ما فيش حاجه يعني، ما لا بيضغط على اللعيب، ولا بيستخلص الكرة، ولا بيعمل اي حاجه. فعلا حقيقي مروان عطيه علامه استفهام كبيره. لا بيضغط ولا بيستحوذ ولا بيعمل حاجه على الكرة، ولا وبساطته كلها غلط. ايه إيه القصه من مروان عطيه؟ فهنا لازم نوضح انه النادي الاهلي فوز، ولكن فوز بشق الانفس، لا يدل على اي شيء، او ما يدلش على انه الاهلي رجع ولا حاجه. ماتش الزمالك، خلي بالك ماتش هيبقى مش سهل. ماتش النهائي بتاع الزمالك مش هيبقى ماتش سهل، لكن انا نفسي اشوف المدرب ده عنده الشخصية انه اشوف التشكيل لعيبة شباب زي ما سيراميكا كده عنده لاعب زي عثمان اوتاكا ده مسح بكرامة محمد هاني الارض. عايز اشوف لعيبة تانية، عايز اشوف عندي في الاهلي لعيبة ووجوه جديدة، ووجوه ايه جديدة، زي محمد عبد الله وغيره من اللاعبين. مروان عطية احنا قلنا وهنقولها ونكررها، علامة استفهام كبيرة. هل هو كان لاعب منفوخ؟ يعني الاعلام والناس نفخوه اونطه في اونطه. انا مراقبه الماتش كله، لا لا بيسلم كرة صح، يعني ما بيعملش كرة عدلة، ما بيقطعش، ما بيعملش اي حاجه. محمد هاني برضه علامه استفهام. الاثنين دول علامه استفهام كبيره قوي. وعلامه الاستفهام الاكبر في الماتش ده بالذات واللي بانت، اللي هو قلب الدفاع التاني مع ياسر ابراهيم، اللي هو مرعي. مرعي علامة استفهام كبيرة جدا. اللاعب ده ازاي جه النادي الاهلي؟ انه يكون لاعب بهذا المستوى، يسيب مركزه او يسيب مكانه في هجمة مرتدة لسيراميكا او في لعبة لسيراميكا، ويضغط على اللاعب من غير ما يعرف اساسيات المركز بتاعه. دي علامة استفهام برضو على اللاعب ده. فهنا اصبح الفوارق بين الفرق، بين الاهلي والفرق التانية ضئيلة جدا. يعني عادي جدا كان سيراميكا ممكن يكسب الماتش ده ويصعد للنهائي. طب انت فين المدرب عنده قدرة، وهقولها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، عنده قدرة انه يلاعب لعيبة تانية على اللعيبة اللي هي اساس في الفريق، او اللي بيشوفوها اساس وهي اساسا ما بتعملش مردود. ده هنشوفه في ماتش الزمالك برضو. ولكن كده انا كلامي كان صح ان يوسف رب بيسمع الكلام وجاي ياكل عيش.